السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عاملين مع بعض محشي مشكل. هذا حطينا كده البصلة حمرت معانا مع معلقتين كبار من الصلصة، وبعد كده بنحط طبعا الطماطم بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطريقة دي حمرة كده. أهم حاجة المحشي دايما احنا بنحمره جدا جدا يبقى حلو ومفلفل. ده معانا الطماطم بتاعتنا مع طبعا التوابل. هنحط شوية من الملح وشوية من الكمون، وده أهم حاجة كمون. بحط شوية من الكزبرة الناشفة بتدي طعم حلو جدا جدا. تمام. وطبعا كمية الرز تبع احتياجنا. والمحشي بتاعنا معانا بدنجان مشكل اسود وابيض، ومعانا اهم طبق عندنا ايه؟ ورق العنب اللي احنا مفرزينه بالشكل ده. تمام. طبعا هنخلط الرز وهنشوف هنعمله ازاي كده. عملنا كده الخلطة دي زي ما هي كده بالشكل ده اهو. ودينا بنحشي حطينا طبعا الرق اللي هي عندك بقدونس وقوطة بصل تحطيه في قاعدة الحل عشان ما يشطش منك. وده بنفس الشكل الباذنجان حشيناه. وهناخد زي ما احنا قلنا ورق العنب معاها بالطريقة دي، بس الخلطة تبقى مفلفلة وحلوة زي كده. شايفة شكلها حلو ازاي اهو كده. حبيت اوريهولكوا بس قبل ما نرفعه على النار. وبعد كده بتحطي له طبعا شوربة او تحطي له مية مغلية ويستوي يغلي، وبعدين توطي العين عليها ويستوي. ونقول بالهنا والشفاء ونصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.